يلا بقى، بمناسبة الصيف والحر مش هتلاقوا حاجة ترتب عليكم أكتر من كيك الجيلي. بجد طعمه وهمي خطير، هيطلع معاكم مظبوط 100%. والمقادير كلها سهلة وبسيطة. أول حاجة هنضرب 2 بيضة، معلقة صغيرة فانيليا، كوباية إلا ربع من السكر. هندوبهم كويس لحد ما السكر يدوب، وبعد كده هنزل نص كوباية زيت، نص كوباية حليب، وهنقلبهم كويس. وبعد كده هنزل بكوباية ونص من الدقيق، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ورشة من الملح. هقلب المزيج كويس مع بعض، وبعد كده هجيب صينية هدهنها سمنة واحط رشة من الدقيق من جميع الجوانب. وبعد كده هنزل بخليط الكيك، هفرده كويس جدا في الصينية وعلى فرن سخن الرف الوسطاني 180 درجة لمدة تلت ساعة لنص ساعة. هتلاقوا الكيك طالع معاكم بالشكل الخطير ده، وهتتأكدوا من الستيك لما يطلع معاكم نضيف. واما تبرد هنطلعها على طبق. هنحضر الجيلي. عندنا 3 كوبايات من المية. اول ما يسخنوا هنزل ب3 اكياس من الجيلي ومعلقة كبيرة من السكر. اول ما يدوبوا مع بعض هطفي النار، وبعد كده هنزل بكوبايتين ونص من المية الساقعة وهدوبهم مع بعض. وفي نفس صينية الكيك هنزل ب3/4 كمية الجيلي. قطعوا بقى اي نوع فاكهة انتوا بتحبوها. هفردها بقى بالشكل ده، وبعد كده ادخلها التلاجة مش اقل من 3 ساعات، هتلاقوها متماسكة. وبعد كده هنحط 4-5 معالق من الجيلي السايل، وبعد كده هقلب عليها الكيك وبقية الجيلي السايل. هغطي بيه كل الكيك من جميع الجوانب. هدخلها التلاجة مش اقل من ساعتين، هتلاقوها متماسكة بالشكل ده. اخر خطوة هنجيب صينية مقاس اكبر من مقاس الكيك فيها مية سخنة. هنزل فيها صينية الكيك ثواني وهرفعها بمجرد ما الجيلي يفك معانا، واقلبها بالشكل ده. وهدخلها التلاجة تاني شوية وهطلعها. هتطلع معاكم بالشكل الخطير ده. بجد طعمها كان فظيع، متماسكة وكل حاجة فيها مظبوطة 100%. بجد طعمها وهمي تحفة، لازم تجربوها.